صباح الخير. يا رب تكونوا كويسين. كنت عايزه اقول حاجه، ان كل الاهالي عايزين مصلحتنا، بس مش بالضروره انهم يكونوا عارفين مصلحتنا. اهلك عاوزين مصلحتك بس مش شرط انهم يكونوا عارفين مصلحتك. مثلا الدراسه بالنسبه لهم جوه الجامعه، وقبل الجامعه جوه المدرسه. حاول كده تقول لهم انا بدرس حاجه بره، هتلاقي سيل من الانتقاد والهجوم، وعدم التشجيع. الفجوه اللي تفصلني بيني وما بين اهلي ايه؟ النجاح. ولحد ما تنجح ما تتكلمش، لحد ما تنجح تتحمل، لحد ما تنجح تتحمل الانتقاد والهجوم واي كلمة سلبية من اي اتجاه. تمام؟ يبقى استسلم بقى ولا ده يكون تشجيع ليا؟ لا طبعا يكون تشجيع. يا ماما انا عايزة ادرس كذا، كذا دي هي مش مقتنعة بيها، اما تلاقيني نجحت في كذا هتقولي تصدق انا كان قلبي حاسس ان انت هتنجح. ما اقعدش بقى وقت ده انتي قلتي لي لا. خلاص وقت النجاح اتبسط واستمتع وافرح بنجاحك، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي بتقول بيها لكل اللي حواليك انا فكرت، اشتغلت، حاولت، عملت ونجحت. وعايزة اقول لك حاجة، الاستسلام آم، اسوأ حاجة ممكن تعملها. لو انت قعدت تعمل حاجة سنة كاملة، فانت بسم الله الرحمن الرحيم كده اسمك مبتدئ. شوف انت محتاج بقى قد ايه عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. طب ايه الفرق بيني وما بين الشخص اللي هناك ده؟ الفلترة اللي بتحصل في الصعوبة. ما هي لو الحاجة سهلة عمرها ما كانت هتبقى مستاهلة. الصعوبة دي اللي بتعدي مين اللي هينجح ومين اللي هيبقى عادي زي اي حد. عديت الصعوبة دي هتبقى في حتة تانية.